يخص نادي الزمالك، ما يخص نادي الزمالك. بن شرقي في كلام كبير ان هو ممكن يكون بيقترب. صبحي وعواد الاثنين هيجددوا في نادي الزمالك، بينهي مفاوضاتهم، قعدوا مع مسؤولي نادي الزمالك واتفقوا وواقفين على الامضاء. بعض الناس قالت لك بعد ما الموضوع اتقفل على زيزو ان بن شرقي لو جه ممكن زيزو يطلع. بن شرقي لو موجود في نادي الزمالك باكد لحضراتكم بنسبه 500% ان ده موضوع هيكون مستقل من المحبين من الرعاة، يعني موضوع هتكون امور اخرى. لان بعض الناس قالت لك بن شرقي جه يبقى لازم زيزو يطلع، لا، زيزو باقي في نادي الزمالك، وده الحقيقه من الحاجات اللي وعد بيها مجلس اداره نادي الزمالك ووفى. وكل تصريحات محبي نادي الزمالك، مجلس اداره، بكل الناس، زيزو زملكاوي وموجود في نادي الزمالك. بن شرقي لو هيجي اضافه، مش هيجي واحد على حساب واحد. ما يخص شيكابالا، لان كلام كتير اتقال في القصه دي. اللعيبه متضايقه، شيكابالا بياخد اللقطه، السنه الجايه التجديد، هيأجل سنتين، هيجدد سنتين، هيجدد سنه، قادر مش قادر. ريحوا نفسكم. شيكابالا جدد سنتين، قال السنه الجايه لو قادر هاخد القرار. هو اللي قال. اسطوره من اساطير نادي الزمالك، نجم كبير، يا مدى الزمالك يا ما ضحى عشانه، يستحق ان هو يكون صاحب القرار، يستحق ان هو اللي ياخد القرار، يستحق ان نادي الزمالك يكرمه حتى لو السنه الجايه ما بيشاركش بصفه اساسيه، وشايف ان هو عايز سنه تانيه في الزمالك. من حق مجلس اداره الزمالك ان يكرم له عشان ادى كتير جدا جدا جدا. شيكابالا هو اللي قدم 60-70% من اللعيبه الحاليين في فريق نادي الزمالك. فان هو يكون في موجود خلافات او لقطات او ازمات او مشاكل، الامور دي ملهاش اي محل من الاعراب. شيكابالا نجم كبير، واعتقد ان اللي هو بيعمله حقه، واعتقد ان اللي هو بيتكلم فيه حقه، ونتمنى له ان شاء الله باذن الله يا رب كل التوفيق. في النادي الاهلي، مودست ماشي ولا قاعد؟ في احتمالات مودست يقعد ويتجدد له حتى لو نص موسم علشان يكمل الشهرين، لان وسام ممكن يغيب من اسبوعين ل4 اسابيع. فالكلام هنا على مودست متغير، هيرحل ولا لا، هو ده الموضوع. في حاليا مهاجم افريقي جاي للنادي الاهلي، لان وسام ممكن السنه، وسام الاصابه بتاعته، الدوري لسه الاهلي عنده جزء كبير جدا من الدوري الممتاز. السنه الجايه حسبه تانية خالص للنادي الاهلي، مهاجم افريقي موجود، مودست مش هيكون موجود، وكهربا ممكن يكون فيه عرض اعاره في دوري عربي. ده المشهد داخل النادي الاهلي، ده المشهد داخل النادي الاهلي. بنسبه 99% هيجدد علي معلول، بنسبة 99% إن شاء الله بإذن الله هيكون موجود في النادي الأهلي. نتمنى له إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق. كل الإشاعات اللي طالعة أو اللي اتقالت إن هيطلع الشناوي ولا هيطلع مصطفى شوبير ولا مين اللي هيطلع من النادي، محدش هيطلع في حراسة المرمى، وحراسة مرمى في النادي الأهلي على ما يرام. ما ياخد والله لو هيبقى في بربع جنيه بربع جنيه، انا شايف من وجهة نظري ان زيزو في الزمالك افضل من اي حد، لا بن شرقي بقى ولا من غيره. يعني زيزو موجود في الزمالك افضل من اي حد. ان انت دلوقتي تفاضل وتقول بن شرقي يجي الزمالك او هيجي الزمالك وزيزو هيطلع، لا، يبقى انت كده خلي بالك، انت كده خسران، انت كده خسران والله. ان انت تجيب بن شرقي ده حاجه جميله، حاجه مية مية، انت كده بتدعم فرقتك. انما ان انت تمشي اهم لاعب من وجهة نظري انا، اهم لاعب موجود في صفوف نادي الزمالك حاليا هو زيزو. فان انت تمشي زيزو وتجيب مكانه بقى، شوف انت هتجيب مين، مش مهم. لا، انت كده ما بتبنيش فرقة، او كده انت ما بتدعمش فرقة، بالعكس انت كده بتهد فرقة. دي وجهة نظري، دي وجهة نظري اللي انا شايفه. انا شايف ان زيزو هو افضل لاعب موجود في الزمالك، ومفيش لاعب هيعرف يعوضه الايام الجايه دي. فان انت تجيب بن شرقي حاجه جميله، هات بن شرقي. انما تمشي زيزو، لا، الموضوع هيبقى صعب، هيبقى صعب بالنسبه لك والله.